فمنادي نادي على المتهمين. إذن تتم في هذه اللحظات مناداة المتهمين. طبعا نحن نشاهد هذه الصور بتأخير حوالي الثلث ساعة تقريبا، لأن المحاكمة استؤنفت بتمام الساعة 12:17 بتوقيت بغداد، أي قبل حوالي ثلث ساعة من الآن. هذه المحاكمة بدأت بدخول المتهمين، وهم طبعا إضافة إلى صدام حسين 7 من معاونيه، بينهم أو أهمهم على الأقل طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق. المتهم يدخل دون قيود أو إغلال. وأيضا في إطار الكلام عن هذه المحاكمة، هي تأتي على خلفية مذبحة الدجيل، مذبحة بلدة الدجيل التي حصلت في العام 1982 وذهب ضحيتها بحسب الأرقام الرسمية حوالي 150 شخصا. بحسب ما يقول أهل الدجيل ذهب ضحيتها المئات من أبناء القرية. وقد أتت هذه المذبحة على خلفية تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال عندما زارها في صيف العام 82. هذه المحاكمة تعقد بتأخير قدره 40 يوما عن الجلسة الأولى التي عقدت في بدايات أكتوبر الماضي. وحسب نشاهد في الصورة هنا سبعاوي الأخ غير الشقيق لصدام، وقد دخل إلى قاعة المحكمة. المنادي نادى على طه ياسين رمضان. الرئيس العراقي المخلوع لم يدخل قاعة المحكمة بعد بحسب ما نسمع من منادي المحكمة. إذن المحكمة تأجلت 40 يوما، وسبب في ذلك هو تعرض عدد من أفراد فريق الدفاع عن صدام ومعاونيه. هي طبعا هذه المحاولات كانت عبارة عن محاولات اغتيال، واغتيالات فعلا تعرض لها 3 من أعضاء فريق الدفاع، 2 منهم قتل وواحد أصيب إصابات خطيرة. طبعا حوادث متفرقة. هذه المسألة أثارت جدلا واسعا. طه ياسين رمضان نراه في الصورة الآن، وقد وضع الكفية والعقال على رأسه. وكما كنت أقول قبل قليل، السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله الله. نتابع دخول المتهمين إلى المحاكمة.
مسألة تعرض عدد من فريق الدفاع إلى محاولات اغتيال وحوادث أمنية متفرقة أوجدت جدلا حول جدوى بقاء المحاكمة في بغداد، لما يمكن أن يعرض ذلك من المشاركين فيها، إن كان لناحية فريق الدفاع أو لناحية أيضا فريق القضاة وغيرهم من المعنيين بهذه المحاكمة، تعرضهم لمخاطر واحتمالات اعتداءات. وجاء التأجيل للمحاكمة على هذه الأسس لأن فريق الدفاع اعترض على مسألة المخاطر التي يتعرض لها وطلب التأجيل وفقا لذلك. طبعا بدأنا منذ أيام نسمع عن تأمين حماية مكثفة للمشاركين في هذه المحاكمة، إن لناحية فريق الدفاع عن صدام أو لناحية كل الجسم القضائي الآخر المعني بهذه المحاكمة. وهذه المسألة باتت تفرض نفسها في ظل هذه الأحداث، طبعا خاصة وأن المحاكمة ستأخذ وقتا. نحن اليوم في جلستها الثانية، هذه الجلسة ربما تختتم اليوم وهي جلسة استماع. هذه الجلسة ربما تختتم اليوم، ربما تمتد للأيام المقبلة بحسب الاحتمالات الواردة. ليس هناك أي شيء مؤكد في هذا السياق، ولكن هذه المحكمة هي واحدة من سلسلة جلسات يجب أن تحكم أو يجب أن تعقد من أجل. أنا أتوقف عندما نسمع أحد الأسماء، وذلك لكي نستطيع أن نلتقط اللحظة التي سيدخل فيها الرئيس المخلوع صدام حسين إلى قاعة المحكمة. يبدو أن معاونيه والذين يحاكمون معه في هذه المحاكمة يدخلون قبله إلى القاعة. نشاهدهم طبعا على التوالي من خلال الصورة. أذكر بأن الصور تصلنا متأخرة بحوالي 20 دقيقة، وهذا طبعا من ضمن الإجراءات المتخذة لناحية تغطية هذه المحاكمة. هناك عدد كبير من الإجراءات الأمنية، إن كان بالنسبة للصحفيين المتواجدين داخل قاعة المحكمة أو بالنسبة لتوارد المعلومات، خاصة توارد الصور. الآن يدخل صدام حسين، المنادي نادى باسمه بصوت عال جدا، وأعتقد أنه الأخير في سياق الذين يدخلون. كما نرى أمامنا على شاشة العربية تذكير بأن وزير العدل الأمريكي رامسي كلارك انضم إلى فريق الدفاع، كما انضم أيضا وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، انضموا إلى فريق الدفاع عن صدام. كما ذكر مراسلنا قبل قليل عندما سألناه، أو كما ذكر أحد ضيوفنا عندما سألناه عن هذا الموضوع، ليس بالضرورة أن يشاركوا بشكل مباشر في عملية الاستماع أو التحقيق أو توجيه الأسئلة أو نقاط، يعني المشاركة الرئيسية بسير المحاكمة بشكل فعلي، بل ربما يقومون بدلا عن ذلك بالمساهمة من خلف الستار، بمعنى أن هناك فريق الدفاع المكلف الرسمي المعترف به، وهم يتواجدون في قاعة المحكمة، وربما يساهمون من خلال علاقتهم واتصالهم بالمحامين المكلفين والمخولين القيام بهذه المهمة أمام المحكمة. جلسة الاستماع السابقة استمرت ساعات، وطبعا تم بث معظم أجزائها، شاهدناها عبر شاشات التلفزة، وطبعا لم يتغير فيها الكثير بالنسبة لمواقف الرئيس السابق، الرئيس العراقي السابق، عن محاكمته الأولى التي كانت جرت في منتصف العام 2004 لناحية عدم اعترافه بشرعية المحكمة، لناحية إصراره أنه لا يزال الرئيس الشرعي للعراق، لناحية طبعا عدم اعترافه بكل التهم الموجهة إليه. ونحن الآن نشاهد المتهمين وقد جلسوا كلهم في قفص الاتهام. الصورة الآن لم نرى صورة حتى الآن لصدام نفسه، صور، وشاهدنا صور معظم المعاونين الآخرين الذين دخلوا معه إلى قاعة المحكمة. هذا الباب افتحوها، هذا الباب على القاعة يبقى مفتوح. نحن نستمع طبعا عندما نشاهد أي كلام يجري في قاعة المحكمة من قبل القاضي رئيس المحكمة القاضي رزقار، أو من قبل أي طرف آخر يمكن أن يتحدث، نذهب لنسمع هذا الحديث. المحكمة
كما يبدو من خلال الصور الواردة تبدأ بشكل بطيء لناحية الإجراءات لحين اكتمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء المحكمة، ولذلك لا نسمع الكثير من الكلام في هذه الأثناء. الملاحظة الوحيدة التي سجلتها حتى الآن هو أن القاضي وجه كلاما إلى القوى الأمنية الموجودة في المحكمة بأن لا يدخل المتهم مع قيود، بل طلب إليهم أن يدخل المتهمون دون قيود أو أغلال. ويبدو أن كما المكلفة بهذه المؤسسة محاكمة صدام هناك غليان في منطقتين من مناطق الدجيل ناحية الدجيل ومدينة الدجيل، طبعا لأنها معنية مباشرة بهذه المحاكمة. هذه المنطقة تجري فيها تظاهرات وهتافات كثيرة شاهدناها مع مراسلنا ضياء الناصري المتواجد هناك، وسنشاهدها أيضا على مر هذا النهار مع رسائل مباشرة من هناك. وطبعا هناك غضب، السبب في ذلك أيضا هي مسألة وفاة شاهد الإثبات الرئيسي في المحاكمة، هو أحد الضباط المسؤولين سابقا عن التحقيق، توفي في بداية هذا الشهر. أعلنت الوفاة طبعا قبل أيام، ولكن هيئة التحقيق والمحاكمة أفادت بأنها استمعت إلى إفادته وسجلتها بشكل مفصل قبل الوفاة. هذه مسألة بالطبع ستظهر بشكل يؤكد صحتها ويؤكد دقة ما ورد في هذه الشهادة من خلال هذه المحاكمة. هناك حديث أيضا عن شهود آخرين سيحضرون هذه المحكمة. هؤلاء الشهود بالطبع هناك تكتم على هوياتهم، وذلك لأسباب أمنية لحمايتهم. لا ندري إن كانوا من أبناء بلدة الدجيل الذين كانوا قد اعتقلوا خلال تلك العملية وتم التحقيق معهم، أو كانوا من ضباط سابقين أو عناصر أمنية سابقة كانت من ضمن نظام صدام وما إلى ذلك. طبعا هذه كلها مسائل مرتبطة بإجراءات أمنية لحماية هؤلاء الشهود، حتى أن مراسلنا ضياء الناصري أشار قبل قليل إلى احتمال أن لا يتواجدوا، يعني أن لا نرى شهادات هؤلاء عندما سيدلون بها، أو أنهم سيدلون بها من وراء حاجز بشكل لا يظهر هوياتهم أو يموه أصواتهم وما إلى ذلك، وكلها طبعا إجراءات أمنية. هذه من ناحية الدجيل. هناك أيضا في مدينة تكريت مسقط رأس صدام أيضا هناك تظاهرات، كما أفادنا مراسلنا عبد القادر السعدي التلاميذ لم يذهبوا إلى مدارسهم. الصورة العامة الآن نشاهدها لقفص الاتهام. لم أستطع حتى الآن تمييز صدام أين يجلس حتى هذه اللحظة. لم نعرف إذا كان قد دخل عندما ناداه المنادي أم لم يدخل. لم تلتقطه عدسات الكاميرات حتى هذه اللحظة. إذن في تكريت هناك تظاهرات منددة بهذه المحاكمة، مشيدة بصدام، مؤيدة له، وطبعا على عكس ما جرى في المرة الأولى كان هناك نوع من الحذر يسود هذه المنطقة، نوع من الترقب، وكانت الحياة طبيعية. ولكن اليوم التلاميذ لم يذهبوا إلى المدارس كما أفادنا مراسلنا، والسبب في ذلك هو الرغبة في التجمع والتظاهر. طبعا ربما مسألة نقل هذه فيما نتحدث عن مجريات هذه المحاكمة نترقب أو صلاحية. الطلب الثاني هو الطلب الثاني المهم، وانت ما صغير جدا يحتاج يحل. اوكي. هو ممكن هو لا استاذ احنا مو يعني ما تقدر تقراها، مو جانب اللغه، لا مو واضح لان انا ايضا لا اكو مترجم اخر ممكن يقرأ، مو أنت؟ بسؤال آخر من المدعي العام أجاب بأن أغلب الذين أحيلوا إلى محكمة الثورة الملغاة كانوا قد أنكروا واقعة إطلاق النار على الموكب أو صلتهم بها، ولا أعلم لماذا أحيلوا على المحكمة رغم ذلك، وليست لدي معلومات أخرى، وأدليت بشهادتي هذه بكامل الوعي، وهذه شهادتي. وأود أن أضيف بأن الطبيب المعالج في المستشفى وكان قد أيد أن الشاهد هو بكامل الوعي وبإمكانه أن يدلي بشهادته من الناحية الصحية. لا، مرتاح شوية.
ما بينا. أعتقد نحتاج إلى قدر من الراحة. سوف ترفع الجلسة لمدة ساعة واحدة. نعم. نعم ممكن. هذه الشهادة مهمة وتهم جميع المتهمين. إذا تقدم المحكمة المحترمة أن تسلمنا نسخ من هذه. المحكمة تزودكم كل واحد بنسخة منها. ممكن تلتقون مع موكليكم، ممكن تلتقون خارج القاعة. الآن ناخذ بإمكانكم أن تلتقون مع ترفع الجلسة الآن. هذا اللي صار. سعد مواليد 55 بعد من حبستنا ب6 أشهر 7 يجيبوه لأنه ابن فلان، وما يسألوا أصلا، ما سألوه أنت وين تروح وين تجي، رأسا جابوه ويانا ذبوه. النتيجة إعدام جماعي 7. نعم. بعد ماذا تريد أن تقول؟ وبيت أخويا طفلة هم مات بالسجن، ماتت زينة محمد حسن. نعم. ومحمد فالح مات من آثار السجن، ورا ما طلعنا مات. وزوجة محمد حسن اللي هي شكرية جاسم محمد صار بها سرطان، وبهية ياسين محمود أيضا، هذا الاثنين اللي ماتن. هاي آثار التعذيب وآثار السجن. عندك شكوى على من الآن؟ الشكوى على صدام حسين وعلى برزان وطه ياسين رمضان وسعدون شاكر وسمير محمد عبد الوهاب وأحمد إبراهيم حسون السامرائي ويونس أحمد غزال السامرائي ضابط أمن الدجيل وكل عناصر حزب البعث اللي كانوا بالدجيل ولهم اشتراك فعلي، لأنه الاعتقال جماعي. نعم. دور المتهمين الآخرين الموجودين محمد عزاوي وعلي دايح وعبد الله ومزهر. محمد عزاوي بالنسبة لي أي دعوة ما عندي عليه. أنا طلبت أن أحضر علنا وأمام العالم، خي يسمعني العالم، لأنه الناس تقول هذا حج أحمد هو اللي كسرنا. أنا محمد عزاوي أصلا ما قايم عليه دعوة. نعم. ومحمد عزاوي أنت العفو سيد القاضي، سألتني على محمد العزاوي. محمد العزاوي عنده مواقف ويانا ما أقدر أنسالها إياه، ما أقدر أنسالها إياه ولا أنكرها إلى نهائيا. محمد العزاوي عنده موقف كان ماخذ من محمد أخويا المقاول، كان ماخذ منه بلوك وطابوق بالدين. هذه خارج تفصيلي حتى أكون صريح وأكون واضح. ورا ما طلعنا من السجن مشى الفلوس وانطاها الشريكة اللي هو عمران، أيضا عمران أطلب بالشكوى، عمران حسن عمران. محمد عزاوي ما طلعنا من السجن جاب الفلوس بيده وانطاهن لمرت أخويا، فما أكل ولا درهم، فما عندي شكوى عليه. علي دايح ما عندي شكوى عليه أيضا. لكن أنا قلت حج عبد الله إذا قام وقال أنا هاي المرة ماخذها هي والطفلة، هنا أمامكم أسحب الدعوة. أما إذا ما يقول هذا أطلب دعوة. مزهر بالنسبة للمزهر، مزهر بالنسبة إلي شخصيا ما قايم دعوة عليه ولا أقيم دعوة عليه، ما عندي شيء وياه، ما عندي شيء وياه يا سيدي، ما عندي شيء وياه. نعم. سيادة الرئيس. هذا واقع. مثل الشهادة دي نكتب. سيادة رئيس المحكمة، بالنسبة لعبد الله كاظم الرويد لا يسمع. إذا عبد الله كاظم الرويد لا يسمع حاليا. نعم. إذا ممكن يبلغ بما يقوله الشاهد. الشاهد طلب منا كلام معين. والله يا أحمد احنا وياك ربع. قل له إذا سمحت لي أرجوك سيدي،
لا مو هذه لحظة مهمة كلي. لحظة علاقتي وياهم ماني قوية. لحظة حجي لحظة. السؤال روح قرب منا وبلغ بالسؤال سمعي معي في وقته، خلي بعد فترة يجاوب لنا عليه. العفو سيد القاضي. ايضا اطلب الشكوى ضد عواد احمد بندر رئيس محكمة الثورة باعتبار هو اللي موقع على اخوتي الستة بالافضارة. نعم اطلب كل من متهم بهذه القضية ما جيب لنا ماي اللي مشترك فعليا. نعم. ما هل لديك شيء آخر تقول تضيفه؟ بس على شرط أن يكون متعلق بالدعوة. أنا أطلب منك راحة دقائق شوية. نعم. أعطينا راحة دقائق. نعم. والله يرحمه. يمك كرسي لو لا؟ لا ماكو. إذا أمكن أطلع برا شوية دقائق. دقائق أغسل. كرسي خلي كرسي ليستريح. يعني تريد خارج القاعة؟ تحتاج خارج القاعة؟ إيه نعم. لا أطلع برا شوي. شكوى كلش. تطلب التعويض؟ نعم. التعويض المدني؟ نعم أطلب التعويض المعنوي والمادي. لذلك حتى احنا انحرمنا من الدراسة أيضا. نعم. فارتاح. نعم. وارجع حتى شكرا. نبدي. شكرا جزيلا. ولاحقا بعد ما تم تدوين الإفادة سيفتح باب المناقشة للادعاء ولوكلاء الدفاع. لا يفتح باب المناقشة إذا عندكم أسئلة أو استجواب معه فالمحكمة تسمح لكم. أحمد. بس ندون ما عليك ما تنسي احنا سجلناها. احمد اكتب. منو اللي يكتب؟ ها؟ دونتوا كاملة؟ كاملا؟ عاشت ايدك. إذا نعم. لا خليه يرجع ونكمل الاستجواب. شوف حان وقت الاستراحة لمدة نصف ساعة وبعدها سيتم المواصلة مع المشتكي. إذن مشاهدينا الكرام نقلنا إليكم وقائع جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و7 من أبرز أعوانه. طبعا هذه الجلسة كانت توقفت في الصباح أو أجلت لمدة 90 دقيقة تقريبا عند انسحاب هيئة الدفاع عن صدام حسين بسبب عدم السماح لها بالطعن في شرعية المحكمة. شهدنا العديد من المناقشات الحادة بين برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين وبعض من اتهموا من قبل أعوان صدام بأنه يهدد هيئة الدفاع ويهدد المتهمين أيضا. تعليقا على هذه الجلسة معنا من بغداد أحمد الصالح مراسل العربية. ماذا بعد هذه الجلسة الآن وكيف ينظر قانونيا إلى ما قاله الشاهد أحمد حسن محمد في هذه الجلسة؟ طاهر، المهم في هذه الجلسة إنها دخلت بالفعل في المحاكمة الإجرائية بعد أن كانت محاكمة صورية حقيقة في بادئ هذه الجلسة صباح هذا اليوم، وكذلك في الجلسات الأولى التي سبقت هذه المحاكمة هذا اليوم. بالتأكيد هناك أهمية كبرى أن هناك دخول فعلي بهذه الإجراءات، وهذه الإجراءات سوف تستمر. هناك إفادات لشهود آخرين سوف يتم
أيضا تدوينها من قبل هيئة المحكمة، وبالتالي أيضا ستكون مناقشة بين الشهود وكذلك هيئة الدفاع والادعاء العام، وأيضا سيسمح للمتهمين بمناقشة الشهود بشكل مباشر، طبعا بعد استكمال كل هذه الأمور التي تخص بالإفادات والمناقشات. بالتالي يمكن القول أن المحكمة ستدخل في إطار إصدار الحكم، ولكن بالتأكيد هذا لن يحصل في هذه الجلسة ولا جلسات القليلة المقبلة التي ستأتي بعد أيام. هنا بالتحديد أحمد، كم جلسة يجب أن تشهد بعد هذه القضية وفقا للنظرة القانونية وفقا لمتابعتك؟ طبعا قانونيا وكما يشير المختصين بهذا الموضوع أن المحاكمة ستكون مفتوحة، يعني يمكن أن تستمر إلى جلسات متعددة، ولكن ليس جلسات تضييع الوقت. بالتأكيد يعني يشير المختصون هنا في هذا المجال إلى أن هناك ربما 5 أو 6 جلسات سوف تعقب هذه الجلسة حتى يتم التوصل إلى إمكانية إصدار الحكم بشكل نهائي في هذه القضية. طبعا من المعروف أن هذه القضية هي من سلسلة قضايا رفعت ضد الرئيس العراقي السابق ورموز النظام العراقي السابق، وسوف تستمر طبعا سلسلة هذه المحاكمات، ولكن الحكم في هذه القضية بالتحديد ربما سيصدر بعد 5 أو 6 جلسات، وهذا طبعا يتوقف على مدى استكمال الأمور التحقيقية والأمور الخاصة بهذه المحاكمة بشكل نهائي. أحمد الصالح مراسل العربية من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، سنكون معكم بعد دقائق من الآن على رأس الساعة في نشرة مفصلة لأهم و7 من أبرز معاونيه على خلفية المذبحة التي وقعت في الدجيل عام 1982 وراح ضحيتها 148 عراقيا. وشهدت المحاكمة للمرة الأولى إدلاء أحد شهود الإثبات بإفادته أمام المحكمة، وقص الشاهد أحمد حسن محمد وهو أحد أهالي الدجيل ما وقع في المدينة، وكذلك عمليات الاعتقال التي تلت محاولة اغتيال صدام حسين في المدينة وما تعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب. وتبادل الشاهد الانتقادات مع برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين. وتحدث الشاهد كذلك عن قيام عناصر المخابرات العراقية بإطلاق النار عشوائيا في بلدة الدجيل عام 82، ثم أعقب ذلك عمليات اعتقال عشوائية بين أهالي البلدة كما قال الشاهد. وكانت الجلسة توقفت لمدة 90 دقيقة لإعطاء الفرصة لعودة هيئة الدفاع التي انسحبت من قاعة المحكمة احتجاجا على عدم مناقشة شرعيتها. الإدارة بهالطريقة هاي تطعن بالمحكمة يا أستاذ، هذا بها إصرار يا أستاذ. لا المحكمة في أكثر من مرحلة اختلط صوت القضاة بمطالب الدفاع باعتراضات للمتهمين، ومنذ انطلاقة المحاكمة سيطرت الدفوع الشكلية على أطوارها ونقاشاتها، ما أدى إلى تعليقها لمدة 1.5 ساعة قبل استئنافها من جديد. في الجلسة الأولى طلبت هيئة الدفاع، وبعد أن دفعت بعدم شرعية المحاكمة، طلبت أن يتولى وزير العدل السابقان الأمريكي رامسي كلارك والقطري نجيب نعيمي الكلام، إلا أن رئيس المحكمة الجنائية العليا رفض الطلب ليغادر الدفاع قاعة المحكمة ويعين القاضي محامين بدلا عنهم ويتكرر الجدل نفسه. وقد احتج الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل ذلك بقوة على مواصلة جلسة محاكمته مع 7 من أعوانه السابقين رغم انسحاب هيئة الدفاع. تفرض علينا المحامين، يعني أيضا المحكمة تفرض المحامين، هي مفروضة وتفرض القانون. المحامين. نعم، إذا عندك شيء تفضل هنا. وبعد استئناف المحاكمة عاد الدفاع ليتمسك بالجوانب الشكلية، وعلى رأسها حماية أعضاء الدفاع وشرعية المحكمة واعتبار المتهمين أسرى حرب. الدفع الأول بعدم مشروعية المحكمة، وعدم المشروعية سوف أقوم بتفصيلا سريعا له. والدفع الثاني هو بعدم اختصاص المحكمة، والدفع الثالث هو الدفع بعدم استقلالية المحكمة.
سير المحاكمة وتدخلات مختلف الأطراف توحي بأن هذه الجلسة تسير مرة أخرى باتجاه التأجيل على غرار الجلستين السابقتين. محمد بن ثابت، العربية. طارق حرب الخبير في القانون الدولي ينضم إلينا من بغداد. سيد طارق، كخبير في القانون الدولي، ما مدى جدية هذه الجلسات وما مدى قانونية ما أدلى به الشاهد أحمد حسن محمد؟ ما حصل في الجلستين السابقتين وفي الجزء الأول من الجلسة الحالية لهذا اليوم كانت مسائل شكلية اقتضتها طبيعة المحاكمة وإجراءاتها ورسوم قانونية تم التقيد بها، غير أن جلسة هذا اليوم كانت جلسة كما يقال في محكمة المحاكم وشهادة أدليت تعتبر شهادة الشهادات. الأمر الذي ذكره السيد كلارك كان مسألة حماية المحامين، وهي مسألة لا علاقة لها بالدفاع، أي لم تورد حجة أو بينة تتعلق بالدفاع عن المتهمين. وما أورده السيد الوزير المحامي نجيب النعامي الواقع يمكن أن يدخل في باب التصور النظري لا التصور الواقعي، إذ لم يخلع السيد الوزير جلباب الوزارة وجلباب السياسة ولم يتطرق إلى الجوانب الواقعية. تتحدث عن الوقت الذي طعن فيه في شرعية المحكمة سيد طارق، فقط للتوضيح. نعم، شرعية المحكمة يا سيدي تكلم عن القرار السابق لسقوط النظام السابق وتكلم عن اتفاقيات لا هاي، وفعلا الاتفاقيات موجودة والقرار موجود، لكنه لم يتكلم عن القرارات مجلس الأمن الجديدة التي صدرت، القرار 1483 1511 1546 وما تلاه. هذه القرارات وإنشاء دولة حكومة ذات سيادة اختلفت يعني النصوص القانونية التي اتكى عليها واعتبرها مستندا في التشكيك في شرعية المحكمة لا يمكن أن تقف أمام النصوص الجديدة الصادرة من مجلس الأمن. كذلك تحاشى إطلاقا مسألة الانتخابات ومسألة أن القانون أصدرته جمعية الوطنية المنتخبة، كما أن اللائحة مالته تطرق إلى أن قانون المحكمة لم يكن موقعا من قبل رئيس الجمهورية. والواقع هذا أن المادة 37 لو رجع لقانون إدارة الدولة أي قانون تصدره الجمعية الوطنية ليس بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية أو نائبيه، وإنما يعتبر نافذا بعد 15 يوم من صدوره ما لم يعترض عليه مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية. هذه مسائل إجرائية ولا شك أنها مهمة سيد طارق، ولكن ما يهم العالم الآن متى الحكم في قضية الدجيل ولماذا التطويل في هذه الجلسات؟ القضية ليست بالبسيطة يا سيدي، جرائم وتهم عقوبتها الإعدام وجرائم متعددة كثيرة لا يمكن أن تعد وتحصى، كما ذكر الشاهد في شهادته وقائع وأسماء وأحوال وظروف تنم عن ارتكاب الأفعال الواردة بالمادة 12 من قانون المحكمة. الأفعال الواردة في الجرائم ضد الإنسانية المقررة بموجب القانون الدولي، وهي جرائم القتل، جرائم الاضطهاد، جرائم التعذيب، جرائم النقل القسري للسكان، جرائم إخفاء السكان وسواها من التهم التي يمكن أن توجه. فهذه مسألة ليست بالمسألة اليسيرة، وإنما مسألة عسيرة لابد أن تخضع للمناقشة، لابد أن ثم لنحامي الدفاع رأي لابد أن يناقش الشاهد على ما ذكره، على الأقل يستخلصون أن بعضا من هذه الشهادة الكبيرة، لأن الشهادة توزن ولا تعد، من أن جزء من هذه الشهادة الكبيرة كان يمكن أن يكون محل خلاف أو يجدوا فيه ملتمسا للطعن في هذه الشهادة من حيث الوقائع وليس من حيث الشكل. السيد طارق حرب الخبير في القانون الدولي كان معنا من بغداد تعليقا على جلسة محاكمة صدام حسين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لمتابعة. كل مثل ما ذكر هو عندنا هيك تعليمات، والدليل على هذا انه بالاساس هي ما موجوده شيء عند المخابرات من هذا القضيه اللي هو يحكي بها. ذكر الاخ احمد يمكن اسمه احمد حسن محمد، نعم، ذكر عدد من اسماء من ضباط المخابرات. هذولا انا اقول لك انا يعني رئيس مخابرات من 77 انا بالمخابرات الى ال 83 بدايه 83، وانا نوع من ادارتي
انه انا تكون متصل ويا رفاقي اللي يشتغلون وياي، مو اقعد بغرفتي ومتيه لهم الشغل، لا اعرفهم. هاي الاسماء ذكرها ولا واحد موجود في المخابرات. هناك بالنسبه للمخابرات كانت اسماء مستعاره. لا مستعاره، نعم. هذا هناك اناس كانوا موظفين في المخابرات يابا، وانا شفتهم. واحد منهم كان اسمه محمد، هو اسمه الحقيقه عواد. استاذ المصلاوي الله يرحمه عليه اسمه منهج. يعني هو اسمح لي انا اعطيك الاسماء. وهناك رجل جلاد اسمه خليل، هو اسمه الحقيقه اسمه سامي. وهناك رجل اسمه احمد من اهالي الشرقاط، هو اسمه جدعان. نعم عرفنا هاي الاسماء وكلها اكثرها مستعاره بها. بعدين قسم منهم صار حونه ملقن. انا عايشه للحاله. سياده القاضي وهاي العصبيه وماخذ راحته اكثر من اللازم، يعني هاي تسال عنها المحكمه. سياده القاضي هذه لهجه السيد القاضي. احنا قلنا لكم نعم حافظوا على هدوء بدون تشنج. لا العفو. المحكمة أو المتهم يوجه سؤال عن طريق المحكمة، فجاوب على قدر السؤال سيد أحمد. العفو سيد على راحتك. أنا حبيت أنطي أسماء. نعم على راحتك. منتسبين بالاسم، اسم المستعار واسمه الصحيح. نعم حتى أكون دقيق. احنا نطلب جلب هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة وطلبهم كشهود في المحكمة. سيادة القاضي أرجوك تحل هذا الإشكال. قل له لهالرجل هذا خله يسجل ما يريد يجاوب عليه، ومن حضرتك تنطيه الوقت هو لا يقف مثل ما يريد يحكي غير شيء. سجل ملاحظة. ما راح نخلص يعني. العفو سيد القاضي. خلصت تفضل. سيد القاضي نعم. مستعد لأي سؤال أجاوبه، ما يحتاج قلم. نعم. خلصت؟ لا استاذ شلون خلصت؟ تفضل استمر. استاذ هذا الاسماء اللي يذكرها هو يعني هو كمبيوتر اولا، هو مو كمبيوتر. الشيء الاخر هاي اسرار لمؤسسه امن، كيف قدر يوصل لها بحيث انه هذول كلهم عرف اسمائهم الحقيقيه والاسماء المستعاره؟ بالعشائر الطالب دم ما يعرف دمه، وهم يدرون كل الزين. اهل الدجيل اللي عنده حق ما يعرفه، انا ما عرفت حقي. فرحت دورت وسالت وافتهمت، ومن ضمنهم فيصل شاهين اللي كان ملازم اول انهزم الان في سوريا. اذا اكو ولحد السقوط اسمح لي، ولحد السقوط كان مدير امن السرقات في الاعظميه برتبه لو عقيد لو عنيد. انا متبعه شخصيا، ولكن الان في سوريا فيصل شاهين وكان ضابط تحقيق. ما موجود هالشيء هذا. استاذ اذا تسمح لي. استاذ اسمح لي ابو محمد. انا اطلب يجلبون ذول الاسماء اللي قالهم، الاسماء المستعاره والاسماء الحقيقيه، وياتون اما شهود اثبات او شهود دفاع. اريد تثبت المحكمه. انا اريد اقول لك نفس الكلام. انا اريد اقول نفس الكلام. هسه انت الاسماء بعدين نتذكر بها. هاي تنحل. يعني هاي الاسماء اللي ادعى بها ثبتت؟ لا هسه ثبتت؟ نعم. الاسماء مذكوره الاسماء اللي ادعى بها سياده القاضي خله يجيبها. نعم. او نتاكد بهالطريقه. هاي شيئين. تعرف عناوينهم الان؟ لا العفو سيدي، بس انه هذا من الموصل وهذا من الشرقاء. اين هم الان؟ لا اعلم. لا اعلم. هذا العفو معذره، هذا موضوع الاسم هذا عرفناه كنا بالسجن. لا يعني عناوينهم اين يسكنون الان او عملهم الان؟ لا ما اعرف عنهم. ما اعرف عنهم. اذا هم يجون يدافعون خيجون. يشوفونهم هسه. سياده القاضي ما قالوا الجماعه المحامين انا اطلب احضارهم، اطلب جمع معلومات عليهم، اطلب احضارهم، ونستفاد من جيتهم شيئين. الشيء انه نتاكد من هويتهم انه فعلا هم كانوا يشتغلون بالمخابرات، والشيء الاخر نتاكد انه هم قاموا بهاي الاعمال لو لا، ويتاكد بنفس الوقت برزان تكريتي كان يشرف على التحقيق وكان موجود، وكان اكو تحقيق في دائره مؤسسه المخابرات لما انا كنت رئيس مخابرات كلها 3-4 عصافير في حجره واحده نسويها وتسهل علينا الشغل. فارجوك تؤمر الاخوان يمك حتى يسجلوها الهاي. يقول 4 سنوات هو ما شاف اخوه، وهو جاء فقط عن عمره 15 سنه. انا ما دافع اتكلم هذا الكلام لانه هو كان موقوف عندي بالمخابرات، بس لا كلام سواء هو كان بالامن او بالمخابرات او اي مركز شرطه في العراق رسمي. هذا الكلام ما يدلل انه
هو يقول 4 سنوات ما شاف اخوه. انا 3 سنين صار لي بالسجن الا قليل. ابني جابوه اختطفوه اختطاف. اختطفوه، انا مسوي بالدفاع مالي، رايح ان شاء الله اسمعك عليه، بس هاي هيك بس جواب على جواب الاخ احمد. ليش يدورون على الفلوس مال الرئيس صدام حسين؟ بلكت ابني سمعان من عندي شيء او مشتم خبر او سمعان فد شيء حتى يقول لهم. 2 ونص صار له بالسجن، ولد شاب ترك العراق عمره 16 سنه وراح يدرس، وده يدرس على الدكتوراه. لا هو موظف دوله، لا هو سياسي، لا هو كذا، هو واخوه واخواته هناك يدرسون. نعم. يختطفوه يجيبوه 2 ونص يا القاضي، وهاي اريدها منك. نعم. انت رئيس هيئه القضاة وانت رئيس المحكمه. هذا الشاب شنو ذنبه هو هنا بالسجن؟ اكو جهه رسميه. نعم. ممكن تقديم الطلب وين الجواب على جواب الاخ احمد؟ نعم. يعني أنا ابقى بالموضوع. نعم باقي بالموضوع. مرتين يجيبوه من ابو غريب الى السجن اللي انا بيه للتحقيق، يبقى له كم يوم. اكتب رساله الى امر المعسكر ولا يجاوبوني. اخوتي 3 بالسجن بنفس المعسكر، انا ما اشوف منهم واحد الا انحالينا انا وقسم منهم للمحكمه، وانحالينا بس صدفه صرنا بسكشن واحد. فهذا سجن اخي، وهذا سجن وسجن على قضيه تتعلق بسلامه بلد. القضيه صارت على السيد الرئيس صدام حسين، عرضت امن العراق للخطر لانه اطلق الرصاص عليه. يا سياده القاضي، هاي القضيه مش يعني بعدها قيد الكلام. حتى واحد يقدر يقول هذه ممكن تصير وممكن ما تصير. اطلق الرصاص، واطلق الرصاص على الجيش، واطلق الرصاص على الهليكوبترات، وانجرح قائد مال الهليكوبترات، وانقتلوا ناس والى اخره. نعم. استمر تفضل. قال انه الاستاذ طه الجزراوي، الاستاذ طه ياسين رمضان كان موجود. والله اقول لك اياها بكل ضمير، وانا مستعد احلف 100 يمين انه هالرجل هذا انا ما شفته. انا رحت نهارين، الاول يوم ثاني يوم للحادث، والله ما جاء. اما اذا جاي غير يوم انا ما ادري. مثل ما قال هو كان رجل عضو قيادي بارز في القياده. لما نروح لهناك كل المسؤولين هناك هم يجون بعده بالتسلسل، فيعني ما ينضم. بس الاخ احمد هو شافه، بس اخوه البقى هو شافه، ما معقول هاي. مع ذلك هاي شغله تخص السياسه. تفضل انتقل الى سؤال اخر. ذكر انه هاي الفايلات وبها انواع واشكال والى اخره. ذكر انه حضرتك ذكر انه اكو فايلات وبها انواع واشكال من المآسي والى اخره. واسماء غيرت واعمار غيرت والى اخره. اول شيء اذا من حيث الاعمار سياده القاضي، هذا الرجل هذا عمره 85 سنه. حتى بالقانون انا خريج قانون مثلك، بس انا ما مارس القانون. حضرتك ضالع انت في القانون وتدرجت وصرت قاضي والى اخره. هذا عمره 85 سنه. هذا في القانون العراقي ما يجوز واحد يحبسه، هو بالحبس. انا مريض. قانون العراقي، قانون الاصلاح الاجتماعي ومعاهده جنيفا وامريكا موقع عليها والعراق موقع عليها والانسانيات كلها تقول لازم يطلع. بالمناسبه ارسلنا طبيب عراقي. أنا اشكرك سياده القاضي. ارسلنا طبيب عراقي، ومن قدمت واعتمدناه على الطلب الشفوي، والمحكمه قررت عرضك على لجنه طبيه وللفحص وللمعالجه، وجاءنا تقرير من طبيب عراقي مختص، أنا ممنون منك. سينظر في. أشكرك. أنا ممنون منك. لجنة طبية. أنا ممنون منك. نعم. وجاء الطبيب الصبح وشفته أنا وحكيت له التقرير موجود أمامنا. بس هاي مثل ما لبسوا الجماعة هاي الشغلة اللي احنا هسه بيها، مثل شفيت الحرير على شوكة، تعال شيلها بدون ما تشققها. فهاي الجماعة مثل ما لبسوا. نعم. استمر بالأسئلة اللي. أدري بس. نعم. مثل ما لبسوك هذا القضية براسك، موضوعي واطلاق سراح هم لبسوه براسك. نعم. أنا أريدها منك. فاستمر تاركها يم ضميرك. نعم. استمر بالأسئلة اللي تريد توجهها للشاهد. موضوع
المي الحار ويشرب مي حار وجيزر. احنا نعرف، احنا من الشهر الرابع ببغداد لا نشغل هيتر ولا نشغل جيزر. مين اكو جيزر يشتغل بتموز وهو انحبس بتموز. الشيء الاخر يعني لما هو اي دائره كانت لهيك عدد مره واحده يجيها حتما ما مهيئه، فحتما يشربون من البوري او يشربون من مي مو من الثلاجه او الى اخره. انا قدامك وكل رفاقي المحبوسين وياي، احنا سنه كامله احنا نشرب من الجليقان مي، والجليقان مسدود قدام الباب. نعم، يعني تنفي او تتوقع مثل حدوث مثل هذا الامر في طبعا المعتقلات. هاي نعم، مو جريمه. نعم، اكو اكبر من امريكا. نعم. وامكانياتها سنه كامله. لا، سؤال سياده القاضي لا تستعجل علي ارجوك. نعم. لا تستعجل علي. نعم، انا ما راح اروح وقتك هباء. ياتي دورك في تدوين الافاده. نحن هذا انا الافاده مالتي. نحن الان بصدد الافاده سياده القاضي. نعم، نحن الان بصدد الاسئله اللي تريد توجهها للشاهد. يا سيدي. نعم. يا سيدي، انا ما دا احكي على الافاده ارجوك، انا دا اجاوبه للاخ. نعم، لانه هو الاخ شايف مشكلته، يعني هي مثلها بكربلاء، حادثه كربلاء. يعني هذه شلون حادثه كربلاء تصير مثل هاي؟ ليش حادثه كربلاء الطاهره الطهوره اهلها الاطهار هم هذولا؟ يا سياده القاضي ارجوك. نعم، سؤال اخر تفضل. الاغتصاب. نعم. سياده القاضي، الاغتصاب، الولايات المتحده الامريكيه مو هي اغتصاب؟ لا، لم يذكر الاغتصاب. لا، لم يذكر الاغتصاب. لا، لم يذكر الاغتصاب. لا. نعم. نعم. هناك تهديد لكل الذين بالتحقيق يجيبون اخته قدامه يهددوه. اكثر ناس اعترفوا ما عندهم شيء في سبيل حمل قضيه ويتحمل الاعدام، وهم جبروه يهددوه انه هاي اختك قدامك. واكو نساء تشهد هذا الموضوع موجود، وعملوا عمل بيندى له الجبين. نعم. على كل أنا أنفي هاي نفي قاطع. نعم. وأجهزة الدولة في عهد الرئيس صدام حسين. انتقل إلى سؤال آخر. يعني ما أقول لك إنه ما عندها أخطاء ولا تعميم رسمي مقع رئيس الديوان إلى المخابرات إنه يقول إنه أسبوعيا تقدمون قائمة بالأسماء المعتقلين وشنو قضية كل واحد منهم وليش ما أنجزت، وأي واحد يروح يشتكي يمه ولا يسأل المخابرات. بس إذا تسأل المخابرات أو واحد من قرايبه أو كذا إنه جت شكوى عليه رأسا يتخذ إجراء بدون ما يدز عليه حتى. وهاي من جملة الملاحظات القرايبه أو الجسم عليه. سيد القاضي سؤال لحظة بخليه يكمل هو. بعدين سيادة القاضي أريد أسأل الأخ أحمد شلون عرف هاي كل هالتفاصيل؟ هذه واحد لو كادر في هاي المؤسسة يلا يعرف هاي التفاصيل كلها. يعني تفاصيل يعني تفاصيل سرية. جاوب على يقول كيف حصل على التفاصيل. سيد القاضي أنا عشت هذه القضية يوما بيوم. أنا عشتها، أنا ما كنت برا ما أدري جوا، أنا عشت للسجن يوم بيوم كله عشته. آخر المجموعة التسعة اللي طلعت من أبو غريب بالتحديد الخاصة اللي قلت لك يوم 18/6/84 كان شهر رمضان أعيد النوب، ويقول جيب قلم ورقة، ما أحتاج لا قلم ولا ورقة، هذه طابعة بالذهن. أخذونا ودونا للصحراء. أنا هاي السنتين من تاريخ 9/7/82 إلى 18/6/84 احسب لي ايش قد هاي المدة، كل يوم 30 موقف يصير قدامي. فيقول أنا عايشت الحالة. نعم. حضرت جوابه هو يقول أنني عايشت الحالة بس من الابتداء وإلى النهاية. معذرة حضرت أنا أريد أسأل هو يقول أنه هذا الماء الحار اترك الماء الحار. أنا لا أريد أرجع لي وراء الشهداء التسعة اللي انقتلوا بالدجيل بالطائرات. ليش ما انطيتوهم لأهلهم وديتوهم إلى تكريت وأهلهم موجودين ما دفنوا منهم ولا واحد؟
لما انت تقول احنا ما عندنا هيك سياق وما عندنا هيك ظلم ولا اجرام ولا هاي التسعه اللي وقعوا ليش ما انطيتهم لاهلهم ودفنوهم وخلوا لهم قبور حالهم حال الناس؟ وينهم ذولا؟ لا احنا اول شيء مطلوب هو يجاوب على سؤالي وبعدين انا اجاوب على سؤالي. انا اجاوبك. هذا مثل ما حضرتك هو. انا اجاوبك وجاوبني. اسمع. هو جاوب حضرتك قال لك انه انا متعايش هناك وموجود هالقد سنه وكذا. انت رجل يعني بطبيعته المحامي والحاكم يعني عنده حس ولو يعني ما يمشي عليه، لانه شوف كثير كذابين وكثير ممثلين وكثير مجرمين ويجون شو اسمه، فهذا الجواب هذا لك. انت سياده القاضي انت حلله انه هذا الجواب صحيح لو مو صحيح. اما حول هذول السته اللي حطيتهم بالبوري مال الدوره 9 التسعه. نعم. إيه؟ اول شيء انا ما مسؤول عليهم. الشيء الاخر من يقول هذا صحيح؟ انا رحت انا دفاعي راح اجاوب حضرتك، بس راح كلمه واحده اقول لك انا ما مسؤول عليهم. جيد. لانه انا مالي لازم بهذا الموضوع. جيد. ولكن من يقول صحيح؟ يقول لنا اسمائهم وين بيوتهم، خلي هيئه المحكمه تدز ناس موثوقين من قبلها يسالون يقولون انتم استلمتوا جثث اولادكم لو لا؟ طلب حقه. وين قبرهم لو لا؟ صحيح طلب حقه. انا بهذه ايده وانطيه الاسماء وانطيهم البيوت واحد ومن ضمن اولاد هذه الشهداء ابوهم موجود حي يرزق ويروي لك الحادثه بما هي، وايضا انطيك البيوت وانطيك اسمائهم بالاسم. اذا طلع واحد مستلميه دافنيه انا انذب بالقفص ينبرزان. نعم. هذا القفص شرف. هذا القفص سياده القاضي هذا القفص شرف. استمر. شرف سياده القاضي ارجوك اسمعني. نعم. هذا الصعلوك لا انا عندما اتكلم حتى اكون دقيق تدري ليش؟ حسن الفاظ لا يغلط. سيد احمد احنا قلنا لك انت تجاوب على الاسئله بشكل اصولي وقانوني. عفوا انا عندما اجاوب واقول اذا كان كلامي كذب انا اكون متهم. لا نقبل لا منك ولا من المتهمين كلمات هو لا زال متهم بالمحكمه. هو لا زال متهم. احنا هذا الشيء قانون. المتهم متهم حتى تثبت متهم فتتكلم بريء. احنا انا وياه لكنه انا قاعد اثبت اذا انا اكذب انا اكون متهم. انت لا تحكي بالقانون. نعم. تدري ليش؟ انت روح خذ الشلاب مالك وروح كرب النخلاط مالتك. نخلاط شرف على قدهن. انت على قدهن. انت ايش جابك على القانون؟ ايش جابك على القانون؟ عدم الحوار بيناتكم. لا يجوز للمتهم ان يطعن المشتكي مطلقا ولا ان يعتدي عليه، ولا نقبل بالمشتكي ايضا بالمقابل أن يتكلم بما يمس المتهم. العين بالعين والسن والسن. نعم. البادئ أظلم. نعم. لأن هو قال أصير فظل مستمر ينبرزان بالقفص. نعم. هذا شرف. لأن هذا القفص مال محتل. نعم. هذا القفص مال محتل. استمر بالأسئلة مالتك وحتى تكمل الإجراءات. سيادة القاضي ذكر أنه على أضابير ما جاوبنا عليها. نعم. قال أكو أضابير بيها انواع واشكال وبيها تبديل اسماء وبيها كذا، وضربت لك مثل بهذا الزلمه. هو ما جاوبنا قال شلون شاف هالاضابير وين لقاها الاضابير. نعم. اولا بعد سقوط النظام لقينا الاضابير بالمنصور بالاورزدي الباب الخلفي. اضابير مو فقط الدجيل العراق كلها. وتقدرون عندكم لجنه تدزوها لجمعيه السجناء الاحرار بالكاظميه وتطلعون على مئات الالاف. يعني بجمعيه سجناء الاحرار. نعم. اوكي هاي متروكه يمك حضرتك انت. نعم. ذكر انه اكو ناس ماتوا بالسجن وبالابعاد مال. ذكر انه اكو ناس ماتوا بالسجن وناس ماتوا بالابعاد بالسماوه. هو يعني هم خمو يعني نوح. يعني هذا ايضا سياده القاضي ما قاعد اجاوبك لانه انا مسؤول عن القضيه. احنا يعني هنا بالسجن هسه على الموجودين نطلع لنا 100 نصعد 100 نصعد 90 100 وشويه الى اخره. وكنا ناس دخلنا السجن صحتنا زينه. وناس يعني احنا كم واحد مات؟ البارحه محمد زبيدي مات. يعني قبله 5 ماتوا سياده القاضي. انا تمرضت. اكو الرفيق غازي العبيدي ايضا صابوا سرطان مع الاسف وفكوه. غازي العبيدي
هو يسرد وقائع عن وفاة عدد من المعتقلين. عندك شيء أقول له إنه لتأييد أو لنفي هذا الموضوع؟ هذا اللي مسألة هاي بيد الله. نعم. يعني بيد الله. احنا نقدر نتهم انه الامريكان قتلوهم ذول؟ نعم. بس اجلهم صار، يعني ممكن ايش. يعني الاخ احمد يحكي لنا على اسماء، يحكي على اسماء بالعشرات، ويتكلم على اعياد ميلاد وتواريخ والى اخره. هاي القابليه شنو هاي؟ يعني هاي جديره بالاهتمام. فيعني واحد، هل عندك سؤال محدد في هذا؟ ايه انا اشك بها. نعم تشك بها. نعم هذه يعني تعليق. نعم انا اشك انه قبل فتره قليله هو لقن واعطي معلومات مزوره وسوى دور وسوى بروفا عليها وجانا لهنا. المشتكي يحلف يمين ويكون امام يا سياده القاضي انت اخبر مني بهاي، انت اخبر مني بهاي ارجوك والله. اكو ناس بسؤال اوجه للمشتكي. اسال باقر نبيل باقر جاسم. نعم. بما انه من الدجيل. نعم. وين القتل هذا؟ نبيل باقر جاسم مذكور من ضمن ال 148. لا انا اسالك انت، لا تقول لي مذكور. لا نعم. اساله هو. نعم. انقتل بالشمال. نعم. قال في حلبجه. قال مقتول في حلبجه. نعم اي نعم. نعم قال في حلبجه. مواليد 69. شهادة سيد احمد على كيفك حتى. نعم سيد القاضي. اللي زودتني بها المحكمة، هذا استشهد في قاطع بن جوين عندما كان العراق منشغل بحرب ضد الفرس، وهاي موجودة شهادة وفاة اللي زودتوني بها انتم. نعم. نعم. سؤال آخر. نعم سيادة القاضي. نعم. سيادة القاضي ذكر أنه اكو 9 انقتلوا، وهو انحبس، هو محبوس، ألقى القبض عليه. شلون عرف هذول هالمعلومات؟ كيف عرفت؟ نعم سيد القاضي أجيب على هذا السؤال. يوم 9/7 اللي كان يوم جمعة اعتقلونا ساعة 2 الظهر إلى 2:30 من دخلونا بالفرقة الحزبية. هم كانوا بالفرقة الحزبية بالساحة كلهم، وهذول الثمانية من أهل الدجيل، إلا فقط هذا واحد بيهم غريب. وأهل الدجيل هم منطقة شعبية محصورة. الشيء الآخر سيادة القاضي يقول أنه هذول ماتوا وهذا مات بالتعذيب وهذا هيك، هذا شلون عرفها؟ نعم. شلون عرف أنه هذا مات بالتحقيق وهذا مات موت الله وهذا كذا؟ كان بالقاعة ويانا جاسم محمد لطيف. جاسم من مواليد 56، أثر تعذيب، ينزلوه تعذيب ويصعدوه إلى أن مات بالقاعة ويانا. يعني لو طلعوه. يعني كنت موجود؟ نعم موجود. ولم يذكر، وما أدري اسمه مذكور أو لا بال 148، يعني ما أدري المقارير، لكن هذا مات ولا سلم وأهله كلهم بالسجن. نعم. احنا قلنا انه بالمخابرات، موقف مال المخابرات وصفت لك اياه وما موجوده بقاعات ولا موجوده، اما يحلم، اما هو كان موقوف في جهه اخرى. نعم. وانا عندي معلومات. وايضا الحاج مجبل حسن عزيز من المرسومه بابو غريب على اثر تعذيب، مات بالخفيفه وسبق وانقلت. استمر. اذا انا قلت لك سياده القاضي انه بالمخابرات ماكو قاعات، ووصفت لك البنايه والبنايه موجوده، فهذا الكلام كله معناته هو كان في مؤسسه اخرى. نعم. وانا بالدفاع مالي الرئيسي انا راح هاي تبينها توضحها في الدفاع. الشيء الاخر والاخير يعني بالاسئله مالتي، انه ذكر انه الجيش والمرحويات والى اخره وصلت بعد 10 دقائق من الحادث الاعتداء على حياه السيد الرئيس. يعني كيف تقبل؟ كيف تعقل استاذ؟ يعني لو واحد من هالغرفه تقول له جيب لي الفايل الفلاني محطوط بفلان مكان، جيب لي اياه حتى يصعد عليك للطابق الاول او الطابق الثاني، هم يراد له ربع ساعه. شلون هاي الهليكوبترات واشتغلت وشلون طواقمها؟ هذا واقع. خل احكي. واقع اشناء. سيادة القاضي ارجوك. 12 سمتيه واقع اشناء، وهذا تشهد فيها للدجيل. لحظه بالله. سؤالك بالتحديد يعني عن الفتره الزمنيه. نعم سيادة الفتره الزمنيه التي استغرقت، الفتره الزمنيه التي حضرت فيها الجيش كم؟ سيادة القاضي لا أنا عسكري ولا أنت عسكري، القاضي ولكن احنا ما نريد نعقد. راح يجاوبنا، سوف يجاوبنا على السؤال. هو كان
الفترة الزمنية تقصد. هو اصلا مجيء. العفو. نسأل لنا عسكري محترف ثقة، صاحب حظ وبخت، نقول له يابا لما انت تتصل اكو ايش حاله؟ الاتصال غير يصير من الدجيل، تتصل بمروحيات وتتصل بجيش وتتصل بشرطه. وصلت الفكره الان يعني الفتره الزمنيه. نعم سيد القاضي، هناك قاعده جويه، قاعده البكر الجويه في الدجيل تبعد عن الدجيل 5 كيلومترات مو اكثر اقل. وهم ما كانوا الحكومه وبها طائرات سمكيه وهي قاعده جويه. نعم الفتره الزمنيه. وايضا مجيء صدام حسين كان بالسمكيه. تتذكر الفتره الزمنيه التي استغرقت بين الحادث وبين حضور. قال 10 دقائق سياسه. سيد القاضي ما بها اصلا، يعني مجرد الاطلاقات السمكيات قامت تقصف. نعم ما بها اصلا. سياده القاضي هو قال 10 دقائق، ارجوك يعني لا تنطي مجال للتراجع. العفو. ال10 دقائق قاله مثبت. سيد القاضي معذرة أوضح أنا قلت 10 دقائق خروجه من بيت الحاج ردام حاتم عبد الحسين المحمود الحسن الزبيدي اللي هو ابن عم علي دايح علي المحمود. زين؟ خروجه من بيت الحاج ردام الله يرحمه لحين الاطلاقات مو اكثر من 10 دقائق، هذا التوضيح ليس على الطائرات. نعم. بمجرد الاطلاقات الطائرات موجوده والقاعده يمنا. يعني سياده القاضي انتهى. سياده القاضي. نعم. انا هذا الرجل اشك بكل كلام قاله. نعم. وكل كلام قاله اقسم اني كلام الله اني ما مو مثله. هو يجوز السيد لقاله عذر. تفضل انتهى اسئلتك. نعم. كلام الله على كل حرف. نعم. انه كل الاشياء اللي قالها مو صحيحه. نعم تفضل استريح. الدفاع الرئيسي رايحه ان شاء الله انا اسوي لك اياها بشكل. نعم تفضل استريح. يتضح استاذ ان الشاهد قد غير اقواله بين ليله وضحاها. هذه الامور قال استاذ احنا الان المحكمه بصدد اسئله محدده. نعم. انتم في دفاعاتكم ذكروا اللي تردون وتناسب ما تتفكرون حولها. أنتم محامين تعرفون مسألة الأسئلة شيء ومسألة التفصيل في الدفاع شيء آخر، فأنتم هذه تحتفظون بها في دفاعاتكم. أستاذ أنا بس نعم. أسأل سيد القاضي أسأله سؤال. نعم. ذكر هسه بالجواب مال اللاحق اللي تذكره قال السيد الرئيس اجى بالطائرة. نعم جاب الطائرة سمكية ونزل قبال قاع بيت جواري سعيد الشيخ وهي بنزين خانه تصير على اليمنى وهي القاع على اليسرى فارغ، نزل بالطائره بعدين بالسياره جاء. هذا واضح واقع. راح زار ولكن انا اريد ان استاذ فهمت وصلت الفكره. نعم انت تنفي حضور. نعم تنفي حضوره بالطائره، فانت تبين هذه المسائل التفصيل. نعم هذه المسائل احد نساء الدجيل هو يقول لك انه اجى بالطائره فانت تبين في دفاعك. نعم. سيد القاضي احب انطيك نقطه ما حكيتها. عندك بالفايل اكرم جاسم كاظم معدوم مواليد 63. عندك بالفايل بال 148 بالنظاره اكرم جاسم كاظم كان عسكري. هذا قرايبي اسمح لي العفو سيد القاضي معذره. هذا الرجال كان عسكري مواليد 63 كان يداوم بالتاجي بالحرس الجمهوري. بعد ما اعتقلونا بالسجن جابوه ويانا من لسانه هو انعدم طبعا. قال احنا اخذونا جابونا حركه قالوا للدجيل. قال انا ما ادري بالدجيل. قال بمجرد سمعوا بي انا من الدجيل اعتقلوه وانعدم موجود اسمه يمك. نعم. هل من سؤال اخر؟ لا احد عنده سؤال؟ نعم. لكن تبقى في حدود اسئله محدده بصدد الدعوه. انا يعني اذا تسمح لي اتكلم والشيء الخاطئ قل لي.